اليوم حفيظ بيصور لكم اياها، انا بصورها وهو بيخدمها. شوربتنا اليوميه، شوربه بيتنا، شوربه رمضان اليوميه، شوربه رمضان اليوميه اللي هي شوربه الكابتن. نحن طالت عماركم ناخذ تقريبا عيلين كبار ونذبحهن ونطهر اللحم ونخلي العظام روحن هذه، غير عن العظام اللي يزيد من العيول الكراعين والروس والضلوع كله نحن نقطعه ونغسله وننظفه ونفرزنه. حتى الراس هذا اللي تشوفونه ربع راس عيل، هذا ربع الراس، الراس نقطعه 4 قطعات. في كل ويبه نحط لنا من الضلوف والكراعين هذا كله كولاجين ريج، كولاجين ريج، ونخدمه طال عماركم خدمه فنانه، يتغسل ويتنظف زين ما زين. عاد النظافه انا ما بخبركم في النظافه، لازم كل حرمه او كل راعيه بيت روحت على طريقه خدمته في تنظيف اللحم ولا السمك ولا الدياي. هذا نحن اللي بنرويكم اياه شوربه بيتنا الرمضانيه، اسمها شوربه بيتنا الرمضانيه اللي ينضرب بها الوصوف، شوربه كابتن، شوربه بيتنا الرمضانيه، عباره عن كراعين وضلوف وروس والعظام مال العيوله او مال الخرفان او مال الغنم على هواكم. نحن ما نستعمل الا مال العيوله. هذا يعني كم ما يقارب 6 أو 8 كيلو. مكونات: ثوم صحيح، بصل مربع ربوع يعني، ويزر قفه، كرفس قفه. هذا كله ينحط في الجدر وينصب عليه محار ويتركب. اول شيء نحن هذا غسلناه 3-4 مرات، غسلناه 3-4 مرات وطبخناه بماء حاف روحه وغسلناه زين ما زين مرتين، ينطبخ بماء روحه صريح لين يغدي ما بهالطريقه، وينشب عليه طالت عماركم الكرفس واللي قلت لكم والثوم واليزر والبصل يقطع كله بكباره. هذا ما ينحط عليه اي شيء اخر، وينصب عليه طالت عماركم الماء الحار، ينصب عليه الماء الحار من عقب ما تنظف زين ما زين، ويتخلى يطابخ 3 ساعات، لا ساعة ولا ساعتين، 3 ساعات. أول ساعة على ضوء حامي فل، وعقب على ضوء قاصر اللي كان يتم يصرخ لين هذا منه، يتم يصرخ 3 ساعات، ما يتقصر على الضوء، لكن لازم الصاروخ يتم يصرخ 3 ساعات. وعقب 3 ساعات بنفتح لكم بنرويكم الهست. هاي الضوء شغلنا عليه. شوربة بيتنا الرمضاني قلنا لكم هذا الجزء الأول بارت 1، هذا البارت 2، بارت 2 عبارة عن رب طماط مشروخ زين ما زين، وكزبر ولحم عيل مقطع صغار صغار، شوفوهن صغار صغار، جلب حفيظ شو مقطع صغار صغار منظف زين ما زين، ومفيوح فوحة واحدة دقيقة واحدة. وعقب بصل تقريبا كيلوين، ملح. شو هذا؟ هذا بزر بهارات مال خالد الخالدي، هرب الله انتم خالد الخالدي، بزار مال خالد الخالدي. وهذا كمون، كركم، فلفل اسود، كزبره، ثوم. هاي مكوناته. قوطيين شوربه كابتن، قوطيين زين. يلا يلا، هاي نحن طريقتنا طالت عماركم في شوربة بيتنا اللي هي الشوربة اليومية، شوربة رمضان. أنا مسميها شوربة بيتنا، شوربة رمضان، اللي تتكون من جزئين. ركزوا في الشغل كيف. وقت الثوم عاد الحين، البصل شد احمر، خدمتنا حق الفريج يعني، ونحن ناخذ من طرف الجذور هذه اللي حق الفريج. جذورنا كلها جذور جسمي يعني، ما شيء عندنا شيء خصوصي للبيت، لا، اللي ياكلون ايراننا نحن ناكله. فنحن جذرنا واحد، شوربتنا وحده، هريسنا واحد، فريدنا واحد، عيشنا واحد، ساقونا واحد، ما شيء نمونتين، نمونه وحده. كل شيء بلي حماس ما يطيب، لازم الحمسه.
الحين هذا كله صحيح في صحيح، لازم يحمس البصل ويا الثوم ويا اللحم هذا، وسيدي نعق عليه البهارات اللي عديناها عليكم قبل شويه كلها تنحط، والصاروخ يصرخ على ما تشوفون كل هالبزرات وهالدويات والكزبر وهالدنيا هاي كلها شوربه. لازم البهارات تنحط على شو؟ على زيت، ما ينحط على الصلصل قبل الطماط المشروخ، لا، اول شيء ينحط البهارات، ومن تبن ريحه البهارات عقوا الورقيات اللي هي الكزبر وكان شبت ولا على هواكم. يلا يا الريحه من تبن ريحتها طالت عماركم على هالحاله. نحن لا نحط لا جرفه ولا نحط قناد ولا نحط مسمار، هاي الاشياء نحن ما ندانيها في اكلنا كله، نحن ما نحطه. في شيء من الاكلات تلزم تستوجب انك انت تحط، لكن نحن هذا ما نداني بعيد الله. الحين ها شوفوا، ها الحين وقت رب البندوره طماط مشروخ ذاهب. يا سلام يا سلام يا سلام على الخدمه. هاي شوربه بيتنا الرمضانيه، شوربه رمضان. ذات الله يا رمضان يا بالقرع والبيليان، ذات الله يا رمضان بالقرع والبيليان، ذات الله يا رمضان يا بالقرع والبيليان. الحين هاي على الضوء روحها، وهذا ذهب تتخفف عليه 3 ساعات. بندنا عن الضوء. ثلاث ساعات، عقب ال3 ساعات خلاص احنا نرميكم كل هذا، وهذا جاهز. هاي الحين نسب عليها المروق، هذا بخبركم صبر انتم لا تستعينون. الحين نمرج جدر الشوربه، مرق ولازم يتطابخ بمحار. لازم اللي بيمرج صفاريج تكون عدالك، مياها تطبخ تهدر. ايه ضيان السلندر ما يكمل يوم. ايه سلندرات الكبار كان هالضيان كلها وين بيكمل يوم ولا غير يوم؟ ما بيكمل. هذا ترى ما في صلصل ابدا، طماط معجون ما فيه، كله طماط فريش خدوم زين ما زين على نظافه وطهاره وراس عسل شي تغني الشوربه فنانه ما تزيد ولا قطره. السر الحين في هذا الجدر هذا تشوفونه، هذا السر العظيم فيه. الحين يازن يطابخ لين متى حفيظ؟ كم تيم؟ هذا هواء على شكل برا. ايه بخبركم عن تريح الحين خلص هو هذا بنخبركم شو بنسوي. والحين هذا ياسمين طابخ لين ينضل اللحم لي فيه. ثانك يو شباب. بعد مرور 3 ساعات، من 3 ساعات الى 3 ساعات ونص، وهالعظام وهالراس يطبخ. هذا الشيء يظهر، هالكنز الدفين كولاجين ريج. جلب فوق تحت. راو العرب راوهم مش قايل غادي الكولاجين تمخمخ، والريحه تضرب في خمره الراس. النظافه ما ينفعكم بعد الله الا النظافه. حتى العظم لان. يلا حفيظ. راو العرب الخدمه. راوهم هيه. لازم تعرفون شو السبب. هذا مرج بالشوربه، هذا المروق مال كراعين الكولاجين ريج، هذا مرج به الشوربه. ايه شوفوا لكم عين تنظر. ايه شوفوا الخدمه. ايه هذا بخدمه كوليه، بخدمه حمامين. لا قرقع. الله يا سلام. هذا الكولاجين والدنيا هي كلها صبت تحت.
لازم ينشخط أن يظهر عظام ولا شياته. يلا صبروا عاد شوية. هاي خدمة الحين. صبوا المروق اللي هو كولاجين ريج. لكم عين تنظر، شيء لا صار ولا استوى. هذا هو، هذه هي الخدمة. وحين بعد صبروا، خلكم على الخط، خلكم على الخط الحين، خلكم على الخط بعده. تو هو بادي، يوم شيء ويوم ما شيء صرايتين ولا بالظلام ابوي. هذا العدل. تم نفط طالع ماركم النخاعات كلها. يلا ثاني ما في كله يجي بعد. ايه شوف كل هذا كولاجين ريج، هذا كله كولاجين ريج، كل هذا يتظهر وينعزل ويتنظف، يتظهر عن العظام، يتخلى الكولاجين ويا اللحم ليتام من الراس ومن الكراعين ومني ومن هناك. المهم العظام بس اللي يتظهرن، كان الحمى تفتش، هذا كله يتم، هذا كله كولاجين مال. يلا كمل. صبروا على لا تستعيلون ونربيكم شو يتسوى حين، شو اللي عندك واخبارك وعندك ودونك. كله يظهر الراس غير جمجمه، كل شيء يظهر منها. كان لحمة خروف ولا لحمة تيس ولا لحمة ولا راس. نحن هالنمو ما يطيح لنا شيء. شوفوا بالله عليكم جمجمه، هذا كله يتظهر. علم يتنظف عن العظام زين ما زين. هذا العظام كلها تظهرت وتم. هذا طالت اعماركم كولاجين والحيمات، عما تشوفون. ما شاء الله كولاجين والحيمات. شو الكولاجين. يلا بعدين نحط على المفرمة كاملة. وهذا اللي زاد بعد من المروق ماله. شوف أهم شيء ما يكون لا عظم ولا غضروف، في كامل عسب الناس ما يجزون. أنا روحي أجز إذا يدور في تحت ضرسية عظم ولا شلب ولا شياته، ما داني. فاللي ما داني أنا أظني وايد ما يدانون شراتي. لذلك هذا تشوفون كله رد وين داخل الجدر. يا زمتش يمتش كانت تمتشين أرضع. خدمة ما شيء بالهين، شغلة متعبة لكنها زينة ومفيدة. شوربة ما بمريج، شوربة بكامل فوائدها. لذلك قيمة غذائية تسدك شوربة عن كل شيء، غنيك عن مليون شيء. نحن قياسنا طالت اعماركم هي نسبة وتناسب مثل ما قلنا لكم. نحن قوطيين شوربة كابتن على حسب عدد افراد البيت او عدد الناس اللي بتصير لهم. نحن نسوي للفريج، نحن هالخدمة يوميا للفريج. جدر اللي تشوفونه ما بالبيتي انا اروحه للفريج. هذا الحين كلها خلطة هاي اللي تشوفونها ترد للجدر مرة ثانية. يتم إضافة طالت أعماركم شوربة كابتن حينه، لأن الحين كل شيء جاهز. الحين اللي بيتم متبقي هي شوربة الكابتن الكويكر. هذه نحن يوميا قياسنا قوطيين، وتازم عضة ولين تصير وتغلظ عاد عينك انت ميزانك كم تبينها غليظة وايد شرات الهريسة، تبينها شوية أرفع، قياسك عندك. اللي علي أنا أرويتك الخدمة وخبرتك الطريقة، وانا بعد بشيركم نفس الطريقة هذه. نخدم حفيظي يخدم الكرشة، ان كانت كرشة غنم او كرشة عيولة، نفس الطريقة. لكن بدال
ما نطبخ الروس نطبخ الكرشه، تكون عاده منظفه وغاديه انظف عن الشحمه. غادي قطع بيضه نظيفه رقم واحد، مغسله بالخل واللومي والسركه والكركم والملح والشكر. يومين ثلاثه تتنظف الكرشه. ليله غدي ابدا كانها حيب، عقب تنحمس وتتركب. الحين تازن طلعت اعماركم هاي الشوربه تطابخ مش اقل عن نص ساعه 45 دقيقه، وعقب عاد بعدلكم عين تنظر. صارت اعماركم طشت الشوربه. هاي الطشه لابد ولا اعذر منها. هذا اهم ما في الموضوع الطشه هذه. هي نحن ما تحتاج، لكن نحن يعني نحب انها تكون فيها طشه ثوم على تكاليف الملوخيه. يعني شفت الملوخيه شرات خدمه الملوخيه، لكن هذه غير شيء. اقول لكم غريب عجيب، شيء غريب عجيب. لازم الطعم لا صار ولا استوى لين يحمر الثوم. غادي حمر ما يستعينون عليه، لازم يحمر. يحمر الثوم حطوا الكزبر الناشف وحبسوه، لازم اثبت من ريحته لازم، ويا الزيت سيده. شو هذا حفيظ؟ شبت. شبت وكزبر. هذا حين. ايوه الله اكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. روح روح حفيظ، روح روح روح. هذا بس. ما شاء الله ما شاء الله. هذه طالت اعماركم خدمه شوربه بيتنا، شوربه رمضان. هذه شوربتنا في رمضان، وبس تطابخ حينه تتخلى لين عينك ميزانك الغلظ اللي انت تبينه. هي جاهزه حينه، كملت نص ساعه ساعه الا ربع تطابخ هذه. وكل بيت تلحقها طاسه ولا طاستين، مغراف ولا مغرافتين، مغراف ولا مغرافتين، وتباعت بلا عن الدار وحكامها واهلها ومن سكن فيها والاحياء والاموات. في ميزان حسنات المتابعين كلهم. هذا كله للجسم. ثانك يو حفيظ. ثانك يو شباب.